ناس كتيرة قوي متعرفنيش. هاي يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. ده اول فلوج ليا على القناة. انا دايما القناة بتاعتي ما بين التحديات والتجارب. قلت بقى اقرب منكم اكتر واعرفكم عني اكتر، لان القناة دي بس بقالها شهر، فحابة اعرفكم مين امنية، ابتديت ازاي، ايه اللي خلى تيجي في دماغي فكرة ان انا افتح قناة على اليوتيوب. كل ده هنتكلم فيه النهاردة، وهاخدكم في يومي كامل من أول لآخر. عن صوتي ده لسه صاحية من النوم حالا، وهشارككم يومي كامل أنا بعمل ايه في يومي. والنهاردة بقى أنا استغليت إن أنا عندي كذا مشروع. أنا صاحية دلوقتي الساعة 9 الصبح، وعندي مشوار لوحدي المفروض إن أنا أنزله، والمفروض ان انا في نص اليوم رايحة مع ماما عند الدكتور اليوم يا جماعة. فشارككم النهاردة يومي، وقلت نغير شوية، يعني شوية تجارب، شوية تحديات، شوية فلوكات. فأول حاجة هعملها طبعا أنا دلوقتي هروح أغسل وشي وأغسل سناني، ونشوف ايه اللي هنلبسه النهاردة. فيلا بينا. طيب يا جماعة، أنا هلبس التيشيرت ده وعليه حاجة يعني ايه. طبعا البنطلون ده عايز يتكوي فانا هكويه. حاجة مريحة علشان الجو حر اوي النهاردة، فلازم نلبس. طيب يا جماعة، دلوقتي انا لبست. اوريكم اهو، ده الاوتفيت. استنوا هوريكم. ده الاوتفيت، ده البنطلون وده التيشيرت. دلوقتي بقى هسرح شعري. يا جماعة متتخضوش من منظر وشي. وشي كله التهابات وكله حمار كده بسبب ان انا عملت ليزر امبارح في وشي. فبعد سيشن الليزر على طول وشي بيقعد كده ملتهب لمدة 5 ايام. بحط له بيتاديرم، وبحط له وبستخدم كمان يعني حوالين شفايفي جاف جدا، فبستخدم له شان سيكا، وهو ده اللي انا بحطه اليومين دول اصلا على وشي. انا مبحطش اي برودكت تانية على وشي، ولا مرطب ولا اي حاجه، بحطه هو بس. فانا دلوقتي هاجي واحطه قدامكم شعري لورا بالبتاعه دي. يا جماعه، ده الشان سيكا، اللي هي الايام اللي بتبقى قبل اللي هي الايام اللي بتبقى بعد سيشن الليزر. بحاول ان انا بستخدم وبس كده، يعني اللي هو انزل بصن بلوك بس كده، ما احطش اي ميك اب على وشي او اي حاجه. بس انا النهارده يعني انا امبارح محطتش اي ميك اب على وشي بعد السيشن، فالنهارده بس هحط كونسيلر تحت عيني وبلاش كده، مش هحط اي حاجه على وشي دايركت على طول، لا. هحط بس كونسيلر وبلاشر وماسكارا، اللي هي الحاجات اللي على العين بس مش هقرب اي حاجه من وشي، يعني وشي بس هيبقى عليه السان بلوك بس كده يا جماعه. قبل اي حاجه بقى، قبل ما نحط الميك اب، قبل ما ننزل، لازم قبل ما اعمل اي حاجه وقبل ما افطر وقبل اي حاجه، في واحد اهم مني في البيت ده، يعني اهم مني واهم مننا كلنا، لازم يفطر الاول ويملى بطنه، وبعد كده انا ابقى مستريحه وانزل عادي. مين هو؟ تعالوا نشوف مين هو. طيب يا جماعه، تعالوا بقى نحط ميك اب مع بعض. واحنا بنحط ميك اب زي ما قلت لكم، طبعا مش هحط اي حاجه على وشي، يعني احط بس تحت عيني واحط بلاش كده خفيف، وانا كده كده حطيت الصن بلوك على وشي. فدلوقتي بقى نبتدي خطوه الميك اب. وقبل ما ابتدي خطوه الميك اب، حابه ان انا اعرفكم بنفسي اكتر، لان ممكن في ناس كتيره قوي متعرفنيش. انا القناه بتاعتي هي قناه تجارب وتحديات، وحابه ان انتوا تشاركوني بافكاركم وبافكار جديده ما اتعملتش قبل كده على اليوتيوب، لان اليوتيوب مليان تجارب ومليان تحديات. فانا حابه ان انا اكون مختلفه، بس مش هكون مختلفه الا بافكاركم. فعشان كده انا في كل فيديو بقعد اقول لكم يا جماعه اكتبوا لي افكار في الكومنتس وكده. فانا بستنى افكاركم. وكمان عندي فكره تانية، ممكن اعمل قناتين، يعني ممكن اعمل قناة نعمل فيها التجارب والتحديات،
ونعمل قناة تانية نعمل فيها الفلوجات. فمش عارفة يعني اقترحوا عليا نعمل قناتين ولا نخلي القناة دي ميكس بين ده وده، فقولولي برضه. اهو وبحط فوق عيني كبيز برضو للاي شادو او اي لون انا هحطه اهو. بس حطيت برضو هنا على المناخير شوية علشان يبقى في تناسق، مش هحط حوالين بقي لان زي ما انا بقول لكم انا بحاول ان انا ما احطش اي حاجه على وشي، علشان انا حوالين بقي بعد سيشن الليزر بيبقى جاف وناشف. اصلا الدكتور قالت لي ان انتي ما تحطيش اي حاجه، هو بس عشان سيكا. وانا عمري ما كان في دماغي ان انا اعمل قناه على اليوتيوب، ولا عمري جه في بالي ان انا اكون كونتنت كرييتور. بس حبيت ان انا اخد التجربة دي، حبيت ان انا يكون ليا متابعين، ناس بتحبني. مش عاملة القناة دي مثلا علشان انا يعني عايزة اعمل قناة وخلاص، فاهمين؟ لا، انا عايزة فعلا يكون ليا عالم خاص بيا، يكون في ناس بتحبني، ناس بتتابعني، ناس بتشاركني يومي، ناس بتشاركني تحديات، اي حاجة. فانا بالنسبه لي دي متعه. يعني انا اكتشفت اصلا يعني بعد كل ده ان انت تصنع محتوى او ان انت تبقى صانع محتوى في العموم دي متعه ان انت يكون في ناس بتشارك. اي نعم، انا لسه في البدايه، يعني انا لسه دلوقتي انا 200 تقريبا 231 مشترك، فده رقم يعني لا يذكر ما بين يعني الناس اللي فعلا عندهم متابعين والناس اللي في ناس بتتابعهم. بس انا والله بالنسبه لي 231 مشترك دول حاجه كبيره بالنسبه لي. يعني انا بالنسبه لي انه الحمد لله حتى في ناس بتشوفني. يعني انا بنزل فيديوهات شورت وبنزل فيديوهات لونج برضو، بس الحمد لله يعني حاسه ان بتشاف، يعني الحمد لله بتشاف. بس عايزين بقى نوصل ل 500 مشترك في اقرب وقت. يعني انا بقالي شهر فاتحه القناه كده، ان انا بجد والله عمري ما كان يجي في بالي ان انا افتح قناه على اليوتيوب او ان انا ابقى بعمل محتوى او كده. لان انا شخص بيتكسف جدا، يعني تعرفوا كده بقى ان انا شخص خجول الى ابعد الحدود بجد والله. يعني اسالوا اي حد قريب مني او اي حد يعرفني عارف ان انا شخص مش هقول لكم انطوائي، ما بحبش الكلمه دي عامه يعني. طبعا كلنا لازم نبقى واثقين من نفسنا، بس الفكره ان انت بتخاف دايما الناس هتقول عليك ايه، الناس هتنتقدك، انت مش هتبقى احسن حاجه. فمش مهم كل ده، اهم حاجه ان انت تبدا، وهو ده اللي انا عملته. انا ابتديت بقى، مهتمتش الناس هتقول عليا ايه ولا مش عارفه ايه. احنا دلوقتي حطينا خلاص المسكرة. دلوقتي بقى تيجي خطوة الكونتور اهو. مش هحط كونتور كتير، حاول ان انا اكون النهاردة اخف ميك اب في الدنيا، لان انا نازلة الصبح. هي دلوقتي الساعة دلوقتي 11، فانا هروح مشوار سريع يعني مش هتأخر، واخدكم برضو معايا عني. وان شاء الله ان انا اكون قد ان انا افتح قناة، يكون عندي متابعين واصور لكم واعمل لكم حاجات حلوة ان شاء الله. فشجعوني كتير، واكتبوا لي افكار في الكومنتس كتير، عشان افكاركم دي تهمني قوي. والزيادات كده بحطها على ايدي، وبعدين بثبت بقى تحت عينيا كويس. ايه حد يقول لي يا جماعه انيم الشعريه دي ازاي؟ يعني مش عارفه. طيب يا جماعه كده حطينا الماسكارا، مش عارفه ليه حاسه مش باين قوي، بس ما علينا. و الجلوس ده لونه حلو، حاجه اكتر من كده
ممكن بس البس حلق وخلاص كده. ويا رب اكون عرفتكم عن نفسي اكتر، وشجعوني كتير علشان اقدر ان انا اكمل في المحتوى ده، وادوني افكار زيادة، لان زي ما قلت لكم افكاركم وكلامكم ده يهمني جدا. دلوقتي لبست الشنطة دي وبس، ده كان الفاينل لوك، ودلوقتي انا نازله اخدكم معايا. همسح الميك اب واغير هدومي، المفروض ان انا نازله تاني النهارده. بس لسه يعني لسه ساعتين كده ولا حاجه، هصلي الظهر وافطر واشيل الميك اب وكل ده وبس كده، واخدكم برضه معايا وانا نازله تاني. دلوقتي بقى ايه، نشتري الميك اب مع بعض ونصلي وبس. وهنا بقى نضفت اوضتي ورتبتها ومسحت، وبعد كده نزلت.